أهلا وسهلا، حياك الله في كنرجي الاستشارات الغذاء والتغذية. تكلمنا عن التعرض للشمس، فقلت لك أبيش تقعدين بالشمس، تقولين أنا لما أقعد بالشمس ارتاح، وطرحتي موضوع حبيت أشاركه مع متابعينا عبر السناب شات. قلتي قبل البيوت حوش عربي، صح؟ ما تلاحظين الحوش العربي؟ والله أذكر جيراننا الله يذكرهم بالخير كنادرة كان بالحوش قعدتهم، يعني كان البيت الغرف بالأطراف وبالنص الحوش يحطون زل ومطارح طاعي يتربعون. تقدرين بس هزي راسك تقدرين تربعين؟ قالت لا والله ما أقدر. قبل يتربعون مطارح قاعدة على الأرض ويقعدون بالشمس. والله حتى أختي العودة الله يرحمها وقمد روحها الينا، أذكر أنا بطفولتي أروح لها كله يقعدون بالحوش. شيماء أنتوا كنتوا تقعدون بالحوش؟ قعدتكم بالحوش الحين ليش ما قمت؟ عيني لحظه بقول لك شيء. المقرب بالحوش ليش ما تقعدوا؟ لا تطلع صوتك. المقرب ليش ما قبل لا تغيب الشمس بساعه ليش ما نقعد؟ ليش؟ كله قاعدين والحين الشباب قولي شنو دار ظلمه ويلعب بلاي ستيشن. ليش يسوون الدار ظلمه؟ ما تلاحظين؟ كنا قاعد بجحر يجيبون له اكله بدار ظلمه وصاك عليه الدار ويلعب بسم الله ضعش هالاكتئاب. تدرين الشمس تجيب شراحه الصدر، تجيب الراحه النفسيه. لازم الحين نقعد بالشمس. انا اليوم قعدت بالشمس استانست، يا حلو يا حلو الشمس صديقه للانسان، مو شرط اقعد بعز القايله. يقول لما قام قائم الظهيره كان الجمل من حر الشمس يقوم الساعه 12 وحده، هذه ضربه شمسيه. لكن اول النهار الصبح مبكر، اخر النهار حلوه الشمس. عرفتي هذا التفاته؟ اهلا وسهلا، حياك الله في كنرجي الاستشارات الغذاء والتغذيه. طبعا تعانين من بطء الايض الميتابوليك ريدكشن، فمن خلال حديثنا قلتي لي انا ما اخذ منتجات الالبان، ليش عندي بطء الايض؟ طبعا مثل ما هو مذكور الان امامك انك انت سلو ميتابولايزر، يعني عندك ميتابوليك ريدكشن. حاطين لك الاسباب، رقم واحد الدايت، تغذيتك انت. فاذا قلة تناول البروتين وكثرة تناول الكربوهيدرات وكمية السكريات، هذه كلها تؤدي إلى بطء الإيض، ليس فقط تناول منتجات الألبان. فإذا كانت وحدة ما تبي تاكل لحم ودجاج وسمك وبيض وتبي تاكل حلويات ومعجنات وسكريات، فإذا هذا يؤدي لبطء الإيض، ليس فقط منتجات الألبان. السبب الثاني كاتبين لك هني نظام الغدد الصماء، لما يكون عندي low thyroid activity as well as low adrenal gland function. فإذا عندنا كسل الغدة الدرقية وكسل الغدة الكظرية، تلك الغدد الصماء التي تفرز هرموناتها في الدم مباشرة دون قناة. هذه الغدد إذا كانت كسلانة فتراجع معي. أيضا السبب الثالث كاتبين لك هني الدايجستشن، هني محطوط الدايجستشن مو مبين، خلينا نمسحه كاهو. الدايجستشن لما يكون عندي بور دايجستشن، عندي نقص في انزيمات الهضم، هذا الشيء يؤدي الى تراجع الايض. لازم لما اكل استفيد منه، تكون عندي انزيمات الهضم موجوده في المعده بشكل كافي، حمض الهيدروكلوريك والمختصر بالHCl كثير يساعدني في تحسين الميتابوليك. علشان كذي احيانا يجي دور الخال والليمون. ما تلاحظين في الوجبات الغذائيه يقدمون لك اول شيء السلطه، يحطون عليها الليمون، يحطون عليها الملح، يحطون عليها الخل، وكانه يخلون المعده تستعد للهضم. فالهضم الجيد يساعدني في تحسين مستوى صحتي. اخر شيء الفيرال انفكشن، فاذا تعرضت الى التهاب فيروسي كثير راح يراجع صحتي الى الوراء ويؤدي الى بطء الايض. فتلك الاسباب التي
قد تكون سبب في بطء الإيض ليس فقط منتجات الألبان، لأن كثير من الأشخاص أنا ما أكل لبن، أنا ما أكل جبنة، ليش طيب ما أشرب لبن ليش؟ فإذا مو بس المنتجات. أهلا وسهلا، حياك الله في كينرجي لاستشارات الغذاء والتغذية. لما قلت لك لا تاكلين المعجنات قلتي أنا ما أكل معجنات، ومساء قلت حق وحدة لا تاخذين الألبان منتجات الألبان، قالت أنا ما آخذ منتجات الألبان. ولما قلت حق اللي قبله ابتعد عن الأجبان قال أنا ما آكل أجبان. تدرين إن في شيء اسمه الطعام الخفي؟ شنو الطعام الخفي؟ لما أنت شنو قلتي لي؟ قلتي لي أنا ما آكل معجنات بس أنا آكل حلويات. تدرين إن الحلويات فيها معجنات؟ الحين لما يبي يسوون الحلو مو لازم يبون طحين؟ شلون سووا الحلو بدون طحين؟ ها؟ ليش انت معتقده هم من شنو سووا الحلو؟ فكري معي، مو صح يحطون زبده ويحطون طحين ويحطون شكر، صح ولا لا؟ فليش قلتي انا ما اخذ معجنات؟ هذا الطعام الخفي. واللي من ساعه لما قلت له لا تاكل جبنه ولبنه قال انا ما اكل جبنه ولبنه. كان اقول له انت مو تاكل وجبه سريعه؟ قلت له انت مو تاكل وجبه سريعه؟ قال ايه. قلت مو فيها سلايس اوف تشيز؟ قال ايه. قلت ليش تقول ما اكل جبنه ولبنه؟ قال لا انا حسب تقولين جبن مثلث ومربع وكلاس. بعدين قلت له تاكل باستا؟ قال ايه. قلت الباستا فيها جبن؟ قال ايه. قلت ليش تقول ما اكل جبنه ولبنه؟ قال ما ادري. قلت له تاكل بيتزا؟ قال ايه. قلت فيها جبنه؟ قال ايه. قلت ليش تقول ما؟ قال ما ادري شنو، ماني فاهم. استغربت والله لما قلت بعد ما ادري، يعني الملاحظه مو فاهمين، انتم مو عارفين تحليل الاكل. ايه يلا خلينا نسكر عشان تسولفين معي. مشكوره. بطاط مشوي وكفته. هاي من عمتك؟ عسى الله يمد بعمرها على صحه وعافيه. شنو هاللذاذه؟ شنو بحب؟ انا اشهد. الله لذيذه. كفته امس رطب اليوم كفته. ها ابي اصبع بطاطا. طلبنا حق الشباب من ميتابوليك. الله ما قصرت. وايد لذيذ.